بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا بحضراتكم في قناة البابا كيرلس وتماف إيرين. منع للبلبلي حاولوا إنهم يحرقوا رفات القديس العظيم والشهيد مريمين العجايبي، لكن حصل أمر خلاهم غاية في الذهول. الليلة هي عيد استشهاد القديس العظيم والشهيد مريمين العجايبي سلام الرب عليه. أيضا الليلة رفاع صوم الميلاد المجيد، ينعاد يا رب عليكم كل الأيام بالبركة والخير، حل كل المشاكل المستعصية أمين. يبارك مالكم وعيالكم صحتكم وأرزقكم أمين يا رب. ما تنساش لايك للفيديو وشيره لكل حبايبك. خد بركة الشهيد العظيم مريمين العجايبي، واشترك على قناة البابا كيرلس وتماف إيرين. فعل الجرس على الكل ليصلك المزيد من الفيديوهات. خد بركة البابا كيرلس وتماف إيرين. يمكن كتير بيسأل ازاي وصل جسد الشهيد العظيم مريمين العجايبي لكنيسته بفم الخليل. الموضوع مش جديد، الموضوع قديم. سنة 1320 لسنة 1330 حصلت أحداث غاية في الغرابة. التاريخ اللي ذكرته لحضراتكم كان الفترة دي أيام حكم المعز، وقتي زادت غارات البربر وأعمالهم الوحشة على الإسكندرية بالذات، والموضوع وصل لسبي أهله ونهب كل أموالهم وفلوسهم وممتلكاتهم، وحصلت اضطرابات عظيمة وخصوصا في أراضي برقة والخمس مدن الغربية. وعشان كده تختار المعز شخصية موثوق فيه، عينوا أمير على اسكندرية كان اسمه ملك التقوى. وعشان المسيحيين دايما ثقة في كل وظيفة على مر العصور، اختاروا برضو حد من الأعيان الأقباط الأرثوذكس في وظيفة صاحب الديوان، فلقبوا بشيخ الضيعة التريكي. والاتنين رتبوا مع بعض انهم يسافروا لبرقة مع فرقة من الجنود عشان يعملوا استيعاب امني يعني للامور اللي حصلت فيها اللخبطة. اثناء سفرهم مروا على مريوط ولقوا هناك كومة عالية من الطوب، فجتهم فكري انهم يستخدموا الطوب ده بانهم يبيعوه لاهالي اسكندرية. وهم مسافرين لقيوا صندوق مقفول، فرحوا قوي لانهم ظنوا انه مليان بالذهب. اما فتح امير التقوى الصندوق لقي فيه انبوبة مزغرفة، واتفاجئوا انه لقيوا فيه جسد انسان ملفوف. فامر الجنود انهم يرموا الصندوق باللي فيه في النار عشان يتحرق، عشان يمنع البلبلي واي افكار واي ظن من اي حد. الجندي فعلا نفذ الاوامر، هو رمى الصندوق باللي فيه في النار. وفي الليل في نفس الليلة دي لما قام الطباخ في الليل عشان يجهز الأكل، شاف عمود من نور بيضيء زي الشمس بالظبط طالع وصاعد من وسط المكان اللي فيه النار اللي رموا فيه الصندوق اللي فيه جسد القديس. أما قرب عشان يبص ايه المنظر الغريب اللي هو شايفه دي، واتمعن جوف النظر، بص لقي ان الجسد جواه والأكفان اللي عليه ما مستهمش النار. جري بسرعة يخبر شيخ الضيعة باللي شافه بعينيه. شيخ الضيعة أما شاف مجد اسم الله القوي القدوس وقال دي جسد أحد القديسين. راح لفه في أكفان حرير جديدة وعطاه الحد من صبيانه الغلمان اللي بتخدم عنده، وأمر بأنه ياخده لبيته في البلد في أشمون الرمان. ووصاه قال له اوعى يا ولدي تقول لأي حد بالأمر ديت الحد ما رجع. وما رجع شيخ الضيعة من مأموريته اللي كان طلعها في برقة، رجع على بيته واستدعى أبونا الأسقف عشان يكشف له على الأمر ويصلوا سوا عشان ربنا يظهر الحقيقة. فأمر إنه يتقاد قدام الجسد قنديل. بعد انتقل الشيخ لبلده بنها العسل، فأخذ معاه الجسد وأوقد قدامه فعلا قنديل زي ما وصاه سيدنا الأسقف. وفي ليلة من الليالي كان حاضر عنده راهب قديس اسمه إسحاق، وفي أثناء نومه صحاه إنسان مجهول هو ما يعرفوش. صحي من النوم وهو خايف ومذعور ومتألم. فيه إيه اللي حصل؟ إذا بيه يلاقي واحد راكب على حصانه ووشه منور زي الكواكب. مشى وراه وقال له تعالي امشي ورايا، ودخلوا الأوضة اللي فيها الصندوق اللي كان موضوع فيه. ولما سألوا الراهب إسحاق عن اسمه قال له أني اسمي ميني، واستشهدت في الجيل الرابع يوم 15 هطور.
وجسدي موضوع جوا الصندوق اللي قدامك دي، واختفى من أمامه في الحال. أما الراهب في الليلة دي ما نامش، وصدق من الصبح صبح عشان يجري على شيخ الضيعة ويحكي له كل اللي حصل معه. الشيخ كان ليه بنت عذراء اسمها ست القبط، نظرت بتوليتي للسيد المسيح له كل المجد، وصاها باباها وقال له صلي واعتني بالجسد كويس قوي، ففرحت فرح عظيم. وعشان قداستها كان ربنا يكشف عن عينيه ويأذن للقديس العظيم والشهيد مريمين العجايبي انه يظهر لها وتشوفه بالعيان، واللي كل مرة يظهر لها فيه لما كانت بتلحن وتسبح وترنم جنبه وهي منورة الجنديل، يشكرها جدا على محبته وخدمتها لجسده. وبعد شوية اتناح القس النقي اللي كان بيجي يحضر لرفع البخور أمام أيقونة جسد القديس، فاختاروا حد تاني وهو القس ميخائيل اللي كان خادم لكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس ببنها العسل. أما حكوا كل اللي حصل هو راخر فرح عظيم، وكان دايما يرفع بخور أمام القديس. كان كل يوم لحد ما تنيح هذا الكاهن أيضا اختار الشعب راجل تقي قريب لشيخ الضيعة، واللي اختاروه قس على باعة أمنا العذراء بناحية أتريب بنهي. وكان القس يوميا بيرفع البخور أمام جسد القديس. وأما عرف أبونا يوحنا الصائغ خادم كنيسة مريميني بفم الخليج بظاهر مصر بوجود جسد القديس صاحب الباعة اللي بيخدم فيه في منزل شيخ الضيعة، وإن عذراء اسم ست القبط بتخدمه، الوقت ده راح مسافر اليوم على طول، وعرفها إن أجساد القديسين يجب أن تكرم، ولازم إن تبقى في البيعات وفي الكنائس والأديرة بتاعتها، وما يصحش يعني نخلي جسد قديس عظيم جوا بيت مهما كان اللي بيخدمه ده قديس. لكن ست القبط اتكرست رسمي وقتها عاد، مع إنه ما كانش فيه تكريس، بس اللي حصل حاجة شبه كده، إنها فضلت تخدم جسد القديس طول أيام حياتها. بس الحقيقي وعد أبونا ليه ما كانش هو السبب إنها وافقت تديله الجسد، لكنها عرفت أبوني إن القديس الشهيد العظيم مريمين العجايبي ظهر لها وقال لي أنا ماشي لمكان تاني فما تزعليش. وفعلا قد كان، بس لما عرف أعيان القاهرة باللي حصل دي حضروا كلهم عشان ياخدوا الجسد، فمنعهم أهل القرية بتوع بنها العسل وقالوا لهم ما يحصلش أبدا، لولا إنه البابا بنيامين أمر بنقل الجسد لكنيسة مريمينا بفم الخليج، وهني انتهت الرحلة غصب عن الجميع. وفي الأيام المباركة في حبرية قداسة البابا كرولس السادس سلام الرب عليه راجل المعجزات اتنقل الجسد لمكانه الأصلي في دير مريمينا بمريوط، حيث أعلن الروح القدس من البداية إن ده هو هيبقى مكانه اللي هيستقر فيه. اتسمى القديس العظيم مريمين العجايبي باسم العجايبي لأنه اقترن اسمه بمعجزات تفوق العقل، فما تبخلش على نفسك في إنك تطلب شفاعته الآن، واكتب طلبات الصلاة باستمرار يستجيب لكل طلباتكم ويفرح قلوبكم بركة الشهيد مريمين وبركة كل شهدائنا وقدسنا العظام، وعلى رأسهم أمنا العذراء. خد بركتهم جميعا واضغط اللايك وشاير الفيديو لكل حبايبك. اللايك بيساعد ان الفيديو ينتشر وناس كتيرة تشوفه وتاخد بركتهم. ما تنساش لو بتسمعني لأول مرة على قناة البابا كرولس وتمافيريني اشترك، فعل الجرس على الكل ليصلك المزيد من الفيديوهات الروحية والاجتماعية وفيديوهات الأخبار. ولو مشترك بالفعل خبر عن القناة. خد بركة البابا كرولس وتمافيريني من جوا قلبي، من جوا أعماق قلبي يا رب. كل وقت تسمعوني فيه وما تسمعونيش فيه تبقوا مبسوطين فرحانين في أتم صحة وأحسن حال. يبارك مالكم وعيالكم صحتكم وأرزاقكم، أمين يا رب. ويعيد عليكم يا رب كل الأيام بالبركة والخير وراحة البال، حل كل المشاكل المستعصية، آمين.